أكيد كلكم شفتوا البوسترات الفردية لأبطال مسلسل خان الذهب الجزء الثاني أو اسم خان الذهب البدائي، والكل منتظر الإعلان الرسمي للمسلسل. ولحد هذه اللحظة ماكو أي موعد محدد للإعلان المسلسل. قنوات الام بي سي تختلف في كل سنة من ناحية عرض إعلاناتها، يعني مرات تكون إعلاناتها قبل رمضان ب15 يوم، ومرات 10 أيام، ومرات أسبوع. وحتى هذه اللحظة ماكو أي مصدر رسمي محدد لعرض إعلاناتها، وعلى الأغلب راح تكون الإعلانات راح تبلش هذا الشهر الحالي أو الأسبوع القادم. وإذا عرفت أي شيء حول الموعد المحدد راح أنشر لكم المصدر الرسمي والخبر الأكيد على حسابنا على الانستغرام اللي واضح أمامكم، فضروري كلش تتابعونا على هذا الحساب اللي واضح أمامكم. راح أخلي لكم الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف ومثبت بأول تعليق. وأنا تكلمت أكثر من فيديو عن موعد إعلانات قنوات الام بي سي ومتى عرض إعلان مسلسل خان الذهب. أي قناة لقنوات الام بي سي تعرض إعلاناتها مباشرة قنوات الام بي سي بأكملها تعرض إعلاناتها، وإن شاء الله راح تكون الإعلانات هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، والعلم عند الله. وقبل لا ننهي هذا الفيديو خليكم مع هذا المقطع للأخير على مود تعرفون شنو حكى كاتب مسلسل خان الذهب الكاتب محمد حنش حول مسلسل خان الذهب الجزء الثاني. فخليكم مع هذا المقطع للأخير، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد وحصري على القناة. خليكم مع هذا المقطع للأخير. فيديو سريع بخصوص مسلسل خان الذهب البداية، الجزء الجديد اللي راح تشوفوه. يشتغلون عمل ثاني وبنفس الشخصيات، واكو ناس تقول شلون الشخصيات القديمة توفت وهسه رجعت راح تكمل جزء جديد. صراحة هذا الجزء مثل ما تعرفون، اكو بعضهم يعرفون يعرفون انه هذا جزء خان الذهب البداية، يعني هذا مو مكمل للجزء السابق، هذا راح يكون ما قبل هذا الجزء اللي انعرض. يعني راح يكون هذا الجزء الجديد قبل 4 سنوات تقريبا من الجزء اللي انعرض، وما راح يكون مثل ما يصورون البعض واحد يتخيل او خيال او مثل ما صارت في بعض المسلسلات. لا، هو هذا الجزء راح يتصور في سنة كذا قبل 2023 اللي صور بيه العام. يعني الشخصيات كلها موجودة، نفس الشخصيات راح تكون كلها موجودة، إضافة إلى شخصيات أبطال رئيسيين جدد. يعني اكو أبطال رئيسيين راح يدخلون بهذا الجزء الجديد، وراح تكون لهم قصص جدا مهمة، إضافة إلى قصص باقي الشخصيات القديمة راح تكون مختلفة تماما عن القصص اللي طرحناها. حتى كشخصيات راح تشوفوها كشخصيات مو نفس الشخصيات اللي شفتوها واللي تعودتوا عليها، راح تشوفوها بشكل ثاني. مو شرط يكون هذا الجزء متصل بالجزء الثاني، يعني مو شرط يكون يعني متواصل وياه او ينتهي هذا الجزء مباشرة يبدا ذاك الجزء الثاني. فاهمين يعني شنو الفكره؟ فمثل ما صارت في بعض المسلسلات العربيه ومسلسلات اجنبيه، يعني نفس الموضوع، انه فقط احنا قدمنا الجزء الثاني على الجزء الاول، هذا هو فقط احنا قدمنا الجزء الثاني على الجزء الاول، هذا هو الكل اللي صار. فان شاء الله تستمتعون، واني كلش متفائل. اكو ناس يعني تقول لك اني متخوف ما يطلع هذا الجزء بقوه الجزء السابق، لكن اني كمشاهد مو ككاتب، كمشاهد كتوقعات يعني اتوقع هذا الجزء راح يكون احلى، راح يكون بامل، بتفاؤل، بقصص جدا مختلفه وجدا جميله. ان شاء الله راح جدا تعجبكم. وما اقول بس خلينا ننتظر رمضان جاي، وان شاء الله يعجبكم الجزء وما راح تعوفوه ولا راح تنسوه ان شاء الله. شكرا لكم. محمد حنش، سيناريست خان الذهب.